يا جماعة أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي في عالم الفتنس. موضوع ناس كتير بتسمع عنه بس مش دايما بتبقى فاهماه صح. إيه هو بقى؟ الكارب سايكلينج أو دورة الكربوهيدرات. فخلينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان نفهم القصة دي كلها من أولها لآخرها. طيب خلينا نبدأ الأول خالص، إيه أصلاً اللي بيخلي أي حد يفكر في استراتيجية متقدمة زي دي؟ مين فينا ما جربش الإحساس ده؟ إن الواحد يبقى ماشي على الدايت تمام، بيتمرن بضمير، وفجأة كل حاجة تقف. لا الميزان بيتحرك ولا الأداء في الجيم بيتحسن. الإحساس ده محبط جدا. الظاهرة دي يا جماعة طبيعية جدا واسمها البلاتو أو مرحلة الثبات. الفكرة إن الجسم ذكي بيتعود على الروتين اللي ماشيين عليه، وهنا بقى بيبدأ الشغل الصح، إزاي نكسر الثبات ده ونرجع نتطور تاني. وهنا بقى بتيجي استراتيجية الكارب سايكل كواحدة من الحلول الممكنة للمشكلة دي. بس لحظة، في نقطة مهمة قوي لازم نوضحها. الكارب سايكل ده مش دايت للمبتدئين اللي عايزين يخسوا كام كيلو خلاص. لا، دي استراتيجية متقدمة معمولة لناس قطعت شوط كبير ووصلت لمرحلة ثبات محتاجة زقة محسوبة ودقيقة عشان تعديها. أنا بحب التشبيه ده قوي. فكروا فيها كأنها صيانة دورية لموتور الجسم، بالظبط زي ما العربية محتاجة صيانة عشان تفضل شغالة بأعلى كفاءة. جسمنا كمان بيحتاج من وقت للتاني صيانة استراتيجية زي دي عشان يفضل يحرق دهون ويبني عضلات بأحسن شكل ممكن. طب إيه هي الفكرة ببساطة؟ هي كلها لعب تلاعب بكمية الكربوهيدرات. يعني بيبقى في أيام بناكل فيها كارب كتير، ودي هدفها إننا نملى مخازن الطاقة في العضلات ونعمل ريست للهرمونات. وفي أيام تانية بنقلل الكارب جامد عشان نجبر الجسم إنه يروح لمخازن الدهون ويستخدمها كطاقة. تمام قوي. طب تعالوا ندخل أعمق شوية ونفهم بقى إيه اللي بيحصل علمياً. إزاي اللعبة دي بتأثر على هرمونات الجسم وتخليه يستجيب بالشكل ده؟ يعني إزاي فكرة إننا نزود ونقلل الكارب دي بتضحك على الجسم وتخليه يشتغل لصالحنا؟ إيه السر وراها؟ بصوا، القصة كلها بتتلخص في هرمونين أساسيين: الأنسولين والليبتين. الأنسولين ده بيسموه هرمون التخزين، بيعلى لما ناكل كارب، ولما بيكون عالي حرق الدهون بيبقى صعب قوي. أما الليبتين فده هرمون الشبع، هو اللي بيبعت إشارة للمخ يقول له يا ريس إحنا عندنا طاقة كفاية، كله تمام. طيب إيه اللي بيحصل لما بنفضل ماشيين على دايت قليل الكارب لفترة طويلة؟ هرمون الشبع الليبتين بيبدأ مستواه يقل. المخ لما بيشوف كده بيترجم الموضوع على طول على إن في مجاعة حاصلة، وكرد فعل طبيعي عشان يحمينا بيروح مبطئ معدل الحرق عشان يوفر في الطاقة. وهنا بقى بتيجي عبقرية اليوم العالي الكارب. اليوم ده بيشتغل كأنه زرار ريستارت، بيرفع هرمون الليبتين تاني للسما، فالمخ بتوصله إشارة عكسية: اطمن يا باشا، مفيش مجاعة ولا حاجة، الأكل جاي أهو. فالمخ يرجع يدي أمر للجسم يرفع معدل الحرق تاني. ده غير طبعا إنه بيملى مخازن الطاقة في العضلات تاني، وده بيدينا باور رهيب في التمرين. طيب، نيجي بقى لأكبر وأشهر غلطة الناس بتقع فيها لما بتسمع كلمة يوم عالي الكارب. أول حاجة بتيجي في بال ناس كتير إن اليوم ده هو التشيت داي أو اليوم المفتوح، يعني فرصة بقى للبيتزا والحلويات وكل اللي نفسنا فيه. بس الحقيقة مش كده خالص. لازم نفرق كويس جدا. اليوم ده مش يوم فوضى، ده يوم محسوب بالملي ومصمم لهدف استراتيجي معين، اللي هو إعادة شحن الجسم وضبط الهرمونات، مش إننا نبوظ كل اللي عملناه طول الأسبوع. الجدول ده بيلخص الفرق بشكل ممتاز. يوم إعادة الشحن ده يوم مدروس بنركز فيه على الكارب النظيف زي الشوفان، البطاطا، الأرز البني، والكميات بتكون محسوبة. لكن يوم الغش أو التشيت داي ده قصة تانية، غالبا بيكون عشوائي، هدفه نفسي أكتر من أي حاجة، وممكن يبوظ الدنيا خالص. طيب فهمنا الفكرة وفهمنا العلم وراها. السؤال اللي جاي بقى مهم جدا: هل أي حد ممكن يعمل كارب سايكل؟ زي ما أكدنا في الأول، لا، دي استراتيجية متقدمة، يعني مناسبة أكتر للرياضيين المحترفين أو الناس اللي فعلا وصلت لمرحلة ثبات وزن عنيدة ومش عارفة تكسرها. والأهم من كل ده هي للناس اللي عندها استعداد والتزام إنها تحسب أكلها وتتابعه بدقة شديدة. عشان نتخيل الموضوع بشكل عملي، بصوا على المثال ده. في اليوم قليل الكارب الأكل معظمه بروتين، دهون صحية وخضروات. أما اليوم عالي الكارب فبنلاحظ دخول الكارب النظيف زي الشوفان والأرز، وخصوصا حوالين وقت التمرين عشان الجسم يستفيد منه أقصى استفادة في الأداء والاستشفاء. وعلى الناحية التانية، في ناس لازم تاخد بالها جدا أو تبعد عن النظام ده خالص. المبتدئين في مجال الرياضة والتغذية الأفضل ليهم يمشوا على نظام متوازن وبسيط في الأول. وأكيد أي حد بيعاني من حالة صحية زي السكر أو مشاكل في الغدة الدرقية، الكلام ده مش ليه خالص إلا تحت إشراف طبي دقيق جدا. وده بقى بياخدنا لأهم نقطة في شرحنا النهاردة.
يا جماعة مفيش حاجة اسمها نظام غذائي واحد سحري ينفع لكل الناس. كل جسم ليه طبيعته واحتياجاته وظروفه. عشان كده قبل ما أي حد يفكر يطبق استراتيجية متقدمة زي الكارب سايكل لازم وضروري جدا يستشير متخصص، سواء أخصائي تغذية أو مدرب فاهم. وفي الآخر حابب أسيبكم مع السؤال ده اللي بيلخص فلسفة الموضوع كله. هل ممكن يكون مفتاح التقدم في رحلتنا الرياضية مش في الحرمان والتقييد بس، لكن في إننا نفهم جسمنا ونلعب معاه بذكاء عشان نوصل لأهدافنا؟ سؤال يستاهل نفكر فيه.